اشمعنى 3 أيام يعني؟ أكيد في حكمة، لأن رسولنا الكريم لا ينطق عن الهوى، وكان تفسير العلماء لل3 أيام إنه أول يوم عشان كل طرف يهدى شوية، عشان يعرف يفكر ويعمل إيه في الخطوة اللي جاية، لأنه لو فكر لحظة الموقف والزعل هيقول وقتها والله لأخربها عليك وعليا. وتالت يوم ده بقى التنفيذ، سواء الاعتذار من الغلط أو قبول الاعتذار من الطرف الزعلان، عشان اللي قدامه كان برضو عليه عزيز. أما بقى هجر الخلل فده قصة كبيرة وتفاصيلها مش سهلة وخطيرة، لأن اللي بيأذي هنا بيبقى عنده خلل في الإنسانية، وممكن يسبب ضرر وأذية ما تستحملهاش أي نفس بشرية. وهنا الشخص اللي حصل له ضرر واتأذى أذية فوق طاقته البشرية لو هجر وخاصم أكتر من 3 أيام، فهنا يبقى خصامه وهجره حالة طبيعية، زي مثلا أخ أكل حق وميراث أخوه، وإخوات ظلموا بعض